في الأوقات الغرائبية العجائبية زي اللي بنعيشها دلوقتي، اللي كل فيها مشحون ومتوتر ومرتبك، حاول جدا تختار المعارك اللي هتدخلها. الواحد طبعا يتمنى ان احنا نكون في حل ان احنا اصلا نخش معارك، بس اكيد الحياة بتستدعي وبتتطلب كتير انك تخش في خلافات ونقاشات مع ناس. بدورنا بقى ان احنا ننقي المعارك دي وننقي المناقشات اللي هندخلها. في نوع مناقشات كده بتحس ان هي هتخليك تتكلم مع اللي قدامك ده من اول زرعة وحصدة، هتفهمه اصل المسألة. النوع ده من النقاش غالبا ما بيروحش في حتة، غير ان هو بيسحب طاقة وكهرباء وبيسحب منك كده كمية مجهود غير طبيعي. لو وظفته في حاجة تانية هيكون افضل بكتير. حاول تختار الناس اللي بتتكلم معاها انها تكون ناس متحققة، ناس عندها وجهة نظر، ناس عندها منطق في اللي بتقوله. النقاش مع النوعية دي من الناس بيخليك انت شخصيا تتملي، تبقى انسان افضل، تبقى انسان لو داخل بوجهة نظر قد كده هي ممكن تعلى وتبقى قد كده، لانك اتناقشت، عرفت مفردات جديدة، عرفت مصطلحات جديدة، اتعرفت على دماغ مختلفة. لكن المعارك والمناقشات اللي مع ناس هي ما عندهاش اي حاجة من دي، بالتالي هتوديك في مستوى ضحل جدا من المناقشة، وهتخليك تخسر مجهود وطاقة مش رايحين في اي حتة. اختاروا دايما بتتكلموا مع مين وبتخشوا معارك مع مين، لان الوقت ده والزمن ده محتاج مننا كل مجهود انه يروح في مناطق مردودها يكون صحي علينا على كل الاصعده، على نفسيتنا وعقلنا وحياتنا. ما تخليش حد ابدا يجرك لمساحات ما بتروحش في حته اطلاقا، غير ان هو اهدار بلا ثمن وبلا عائد. احب جدا اعرف رايكم في الكومنتات. هل في ناس مستفزه بالقدر اللي تخليك لازم تخش معاه في النقاش وتوصل معاه لحاجه، ولا لا؟ في البدايه كده لو حسيت ان الحد اللي قدامك ده محتاج منك مجهود كبير جدا انك تتناقش، فتخرج من السكات وما تخشش معاه في اي نقاش.